ازيكم شباب اولى ثانوي عاملين ايه؟ كنت حابه احل معاكم يعني كام موديل من المعاصر علشان نكون الحمد لله كده عملنا كل حاجه وتدخل تنام وانت ضميرك مرتاح. يلا بينا نختبر كده انت ذاكرت او انت ذاكرتي ولا لا. يلا اول سؤال بيقول لي a person wanted to lose weight by being on a certain diet. عايزين يعملوا دايت. What is the type of food do you recommend to reduce؟ كلمة reduce يعني تقلل. يعني واحد عايز يعمل دايت تفتكر هيقلل اكل ايه؟ طبعا هيقلل اكل الكربوهيدرات وهيقلل اكل الدهون. فيبدأ الجسم يدور على الدهون المتخزنة تحت الجلد، فلما الجسم يبدأ يحرق في الدهون اللي تحت الجلد أو اللي متخزنة في الجسم يبدأ كمية الدهون اللي في الجسم تقل. أوكي، السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following graph express the relation ما بين عدد النيوكليوي and the formation of protein. حضرتك كان عندك حاجة اسمها النيوكليوس، والنيوكليوس كان عندها بنتها الصغننة اللي اسمها نيوكليولس. جمع كلمة نيوكليولس كلمة نيوكليوي. طب كلمة نيوكليولس او النيوكليولس عامة لما كانت بتزيد ده معناها ان السيل ديت هتعمل بروتين اكتر ولا اقل؟ كان معناها ان هي هتعمل بروتين اكتر، فكنا حتى بنقول ان ممكن النيوكليوس يبقى عندها نيوكليولس او 2 أو 3 على قد ما بتعمل بروتين اكتر على قد ما عدد النيوكليولس بيزيد. يبقى العلاقة ما بينها او الريليشن ما بينها هي دايركت، ان النمبر اوف النيوكليوي لما بيزيد بنعمل بروتين اكتر. السؤال اللي بعده بيقول لي on examining a tissue by using the light microscope. بتدرس حاجه باللايت مايكروسكوب. طيب اللايت مايكروسكوب دوت كان بيكبر لي 1500 مره. لو انت كنت حابب ان انت توضح الصوره بشكل اكبر كنت بتغير حاجتين، يا اما بتغير اللايت انتنستي بتعلي الاضاءه فتبدا تشوف السبيسمن بتاعتك او العينه بتاعتك بشكل اوضح، يا اما كنت بتجيب صبغه وتبدا تصبغ العينه فتبدا تشوف السيلز بشكل اوضح. يبقى عشان نعلي الكونتراست او الوضوح في اللايت رياكشن كنا بنعمل حاجتين، يا بنعلي الضوء اللايت انتنستي يا اما بنصبغ العينه. طب نشوف السؤال هنا بيقول لك ايه. قال لك it's observed that the image is unclear. اتضح ان الصوره مش واضحه. which of the following doesn't considered a reason for that؟ يعني مين في دول مش سبب ان الصورة مش واضحة؟ يعني العكس، يعني مين في دول سبب ان الصورة واضحة؟ فانت هتقول له سبب ان الصورة واضحة ان انا حاولت اكبر اكتر من 1500؟ لا طبعا، لان انا لو حاولت فعلا اكبر اكتر من 1500 الصورة فعلا ما بتبقاش واضحة. طيب السبب ان انا غيرت اللايت انتنستي؟ ايوه فعلا انا ممكن اكون قللت اللايت انتنستي فده خلى الصورة مش واضحة، فده مش حاجة بتساعد ان الصوره تبقى واضحه. طب تاني حاجه او تالت حاجه ان انت قطعت التيشو لثين سلايس، ايوه دي حاجه بتخلي الصوره واضحه، دي حاجه بتخلي الصوره واضحه. بس انت هتقول لي طب مش حضرتك يا دكتور لسه قايله لي غير اللايت انتنستي؟ ما هو ما قالكش هنا ان انت عليت الضوء، طب ما يمكن وطيت الضوء فدي حاجه تخلي الصوره مش واضحه، لكن هو عايز سبب من الاسباب اكيدا بيخلي الصوره واضحه، وهو انك لما جيت تدرس البصلايه تحت الميكروسكوب قطعتها ثين سلايس يعني شرايح رفيعه. واخر حاجه ان انت ما استخدمتش داي، ايوه دي فعلا تخلي حاجه او دي سبب ان الصوره ما تكونش واضحه. السؤال اللي بعده بيقول لي what is the number of a microtubule in centrosome in 3 cells of human stomach؟ ما دام قال لك human stomach يبقى فعلا عندها سنتروسوم. طيب هما كام سيل؟ قال لك 3 سيل. طب انت عندك كده 3 سنتروسوم في ال3 سيل. طب تعالى بقى ركز معايا، هو السنتروسوم الواحد كان عنده كام مايكروتيوبيول؟ كنا بنقول عنده 54. كنا بنقول ان السنتروسوم هو عباره عن 2 سنتريول والسنتريول الواحد 27 انبوبه، فكنا بنقول 2 او 2 تايمز 27 يبقى 54. طب هم كام سيل؟ 3، يبقى 54 تايمز 3 هتبقى 162. طيب اللي بعده بيقول لي المنظر اللي قدامي دوت اللي هو ده، بس اتاكد ان الصوره واضحه. اوكي، المنظر اللي قدامي ده طبعا باين قوي ان دي عينه دم وهو كتب لك ان هي عينه دم. طب انت شايف ايه من الصوره ديت؟ انا هقول لك ان انت المفروض تكون شايف الريد بلاد سيلز اللي هي نمبر 1 كرات الدم الحمراء، وشايف الوايت بلاد سيلز اللي هي بالمنظر ده، وشايف حاجه اسمها صفائح الدم اللي هي البليتلتس اللي بتخفف لك الواوا، واخر حاجه بتكون في الدم هي السائل او الميه اللي في الدم بنقول عليها بلازما.
طيب هو هنا بقى في الامتحان بيسألك في السؤال ده بيقول لك في 2 types of البروتين، في 1 و 2، ممكن تقولهم لي؟ اوكي. 1 كان عندك الريد بلاد سيلز، الريد بلاد سيلز كرات الدم الحمراء كان فيها بروتين مهم جدا اسمه هيموجلوبين، كنا بنقول ان دي فيها الهيموجلوبين. طيب التاني بيقول لك ان البلازما اللي هي الميه ديت برضو فيها بروتين مهم جدا، مين البروتين دوت؟ هتقول له طبعا البروتين اللي اسمه الالبومين. البومين الالبومين اللي كان بيسحب الميه الزياده اللي من السيلز، لما كنا بنقول السمبل بروتين لايك الالبومين بيظبط السيلز وبيخليها مش منفوخين. اوكي، يبقى انا عندي نمبر 2 هو الالبومين ونمبر 1 هو الهيموجلوبين، ولازم تجاوب بالترتيب ما تبقاش فلاح. ليه بقى؟ لان هو كاتب لك كلمه ريسبكتيفلي، بص طبعا اضطريت امسح، كاتب لك كلمه ريسبكتيفلي، عايز بالترتيب، فلازم تقول له 1 هيموجلوبين، تاني حاجه هو الالبومين، فهتبقى الاجابه هي نمبر دي. يعني بصوا نمبر ايه هي بس العكس، لكن لازم تجاوب بالترتيب الصحيح. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي طبعا انا عندي سيل وبيقول لك انك لسه واكل اكله فيها كربوهيدراتس كتير. طب الكربوهيدراتس اللي انت بتاكلها المفروض هتتكسر لجلوكوز، صح كده؟ الجلوكوز ده عنده حل من الاثنين، يا اما هتكسر واطلع انرجي يا اما هبني حاجات في جسمي. فالجلوكوز ده هيتكسر ويطلع انرجي، العمليه دي بنقول عليها عمليه كاتابوليزم، ودي اللي بتحصل في الميتوكوندريا. طب فين الميتوكوندريا من المناظر اللي قدامك ديت اللي هي لونها ازرق؟ نمبر 1 بيبقى شكلها عامل كده، اللي هي الموتور اللي بندخل فيه الجلوكوز يتحرق ويطلع انرجي. طب ايه تاني حاجه ممكن تشتغل؟ لو انت هتاخد الجلوكوز وتخزنه، لما قلنا بناخد يا اما بنكسر ونطلع انرجي يا اما بخزن حاجات في جسمي، اذا الجلوكوز ده ممكن يتخزن على شكل جلايكوجين فين وفين؟ في الليفر، في العضلات والماسلز. طيب مين اللي كان ممكن يعمل كده؟ طبعا اللي كان بيعمل كده هي السموث اندوبلازميك ريتيكولم، اللي هي انهي حاجه من دول؟ اللي هي دي، اللي هي السموث اندوبلازميك ريتيكولم. معلش الاغاني اشتغلت مره واحده، ثانيه واحده بس ولا كأن حصل حاجه. السموث اندوبلازميك ريتيكولم هي اللي هتاخد الجلوكوز وتحوله لجلايكوجين اللي هي نمبر 4. يبقى لو انت واكل اكله لسه فيها كربوهيدراتس هتقول ان اللي هيشتغل 1 و4، 1 هي الميتوكوندريا وال4 هي اللي هتخزن لك الجلوكوز على شكل جلايكوجين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following statement express the optimal temperature for all the body enzymes. يعني مين في دول تعتبر التعريف بتاع كلمة optimal temperature؟ يعني ايه optimal temperature؟ درجة الحرارة المحببة. المحببة لمين؟ المحببة للانزيم. الاوبتيمال temperature هي درجة الحرارة اللي بيشتغل عندها الانزيم بأعلى كفاءة. تاني، هي درجة الحرارة اللي بيشتغل عندها الانزيم بأعلى كفاءة. اوعى تنسى الجراف ده. الجراف دوت كان بيقول لك التمبريتشر وعلاقتها بالاكتيفيتي بتاعه الانزيم، نشاط الانزيم، فكنا بنقول ان العلاقه بتكون كده. ايه ده؟ في ايه؟ يقول لك لو السيليزيوس مثلا درجه الحراره 0 فبيبقى الانزيم مش شغال، تبدا درجه الحراره تزيد 10 20 يبدا الانزيم الاكتيفيتي بتاعته تزيد لحد ما في وقت من الاوقات مثلا عند درجه حراره 37 الاقي الانزيم شغال باعلى كفاءه، فيجي يسالك يقول لك الانزيم ده مين الاوبتيمال تمبريتشر بتاعته، فتقوم جايب اعلى نقطه وتنزل تشوف اعلى نقطه ديت او اعلى اكتيفيتي دوت كان وقتها درجه الحراره عامله قد ايه. على فكره مش شرط تبقى 37، في انزيمز مثلا في بكتيريا بتعيش في البراكين فهي بتحب تشتغل عند ال100، فانت تبص على الجراف وتشوف انت تدور، ما تحفظش، تدور اعلى نقطه معموله ايه وتنزل تشوفها هتوافق درجه حراره كام. انا بكتب لك 37 على اساس الانزيمز اللي شغاله في جسم الانسان. طيب فهو بيقول لك مين تعريف كلمة optimal temperature؟ it is the temperature at which the enzyme work efficiently بأعلى جودة. أيوة. طب هي the highest temperature at which the enzyme work؟ لا، لأن هي مش أعلى درجة حرارة. يعني أنت لو أخدت بالك من الجراف دوت
انا مثلا عندي هنا دي درجه حراره 37، طب وبعدين في 40 و50، 40 و50 الانزيم شغال بس شغال بكفاءه ايه؟ عماله تقل. يبقى مش معناها ان درجه الحراره عاليه فالانزيم شغال باعلى كفاءه، لا، هو الانزيم عنده درجه معينه هي دي الاوبتيمال تمبريتشر بتاعته، يبقى الجمله دي غلط. طب اللي بعدها ان الاوبتيمال تمبريتشر تتراوح من 30 ل 37، اوبتيمال تمبريتشر ده بيبقى درجه معينه، هو بيشتغل عند 37 باعلى كفاءه. طب هو بيشتغل من كام لكام؟ ده اسمه رينج، ده حاجه ثانيه، لكن اوبتيمال تمبريتشر ده بيبقى رقم واحد. يبقى برضو الجمله الثالثه دي غلط. يبقى هنقول ان تعريف الاوبتيمال تمبريتشر هي نمبر 1 اونلي. طيب اللي بعده what is the structure from which the RNA exists to the cytoplasm in the plant cell؟ يعني ايه هو الاستراكشر اللي الار ان ايه بتخرج منه للسيتوبلازم؟ حضرتك كان عندك ادي السيل بتاعتك وكان جواها النيوكليوس، والنيوكليوس دي كانت معموله من غطيين والانفلوب بتاعه كان فيه بورز. طب ايه اللي كان بيحصل في عمليه البروتين ساينسز؟ بمنتهى البساطه انت الدي ان ايه بتاعك كان بيبقى موجود جوه النيوكليوس، ادي دي النيوكليوس اهي، فكرة الجزئيه دي مهمه جدا. دي ان ايه موجود جوه النيوكليوس، بيبدا الار ان ايه يجي ياخد نسخه من الاكواد او من الصفات، ويبدا الار ان ايه يخرج من الفتحات اللي في النيوكليوس، من فتحات النيوكليير انفلوب اللي هو الغطا ده، الانفلوب ده، يبدا الار ان ايه يخرج بره للميه اللي ماليه السيل اللي اسمها السيتوبلازم، ويبدا يحصل له عمليه ترانسليشن لبروتين. يبقى انت كان عندك الدي ان ايه موجود في النيوكليس، عشان لو سالك الار ان ايه كان موجود في النيوكليس بعد كده خرج للسيتوبلازم بره، بدا الار ان ايه يحصل له عمليه ترانسليشن ويترجم لامينو اسيدز، والامينو اسيدز اتحولت ليه او مسكت مع بعض وعملت البروتين. فبيقول لك الار ان ايه بيخرج منين؟ هتقول له من النيوكليير ممبرين او من النيوكليير انفلوب اللي هو الغطا بتاع النيوكليس اللي فيه فتحات وخلى الار ان ايه تخرج منها. اوكي نكمل. نمبر 9 بيقول لي انا عندي the opposite figure represent a unicellular organism اسمه اليوجلينا. الكائن ده اسمه اليوجلينا، الكائن ده معمول من 1 سيل. طب انت عايز ايه يا عم الناس؟ بيقول لك ايه اللي يخليك انهي مايكروسكوب في دول يخليك تشوف التفاصيل الداخليه، الانترنال ديتيلز. ركز معايا، ركزي معايا، لازم تكوني عارفه شكل الميكروسكوب. مبدئيا اول ميكروسكوب ده الميكروسكوب ده بتاع روبرت هوك اللي هو اول ساينتست اللي شاف بيه حته الكورك الفيلم. تاني ميكروسكوب ده وانا بحس ان ده مهم جدا 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 بتاع تاني ساينتست اسمه انتوني فان ليفن هوك، والميكروسكوب ده هو اول واحد بدا يشوف الكائنات الصغيره اللي احنا ما بنقدرش نشوفها بعينينا اللي هي المايكرو اورجانيزمز، لان الميكروسكوب ده كان بيقدر يكبر 200 مره. طيب عندك ثالث ميكروسكوب اللي هو اللايت ميكروسكوب. الميكروسكوب ده بيقدر يكبر 1500 مره، وده عندك في المدرسه، بيوريك طبعا التيشو او بيوريك السيلز من بعيد فبتقدر تشوف الانسجه. طيب اخر حاجه هو الالكترون ميكروسكوب، وده فيه منه نوعين، في السكاننج اللي بيوريك الحاجه 3 دي او بيوريك السيرفس بتاعتها، وفي كمان الانترنال او الترانسميشن الكترون ميكروسكوب اللي بيوريك التفاصيل الداخليه. هو هنا بيقول لك انهي ميكروسكوب هيقدر يوريك التفاصيل الداخليه، حضرتك هتقول له طبعا اللي هو نمبر دي اللي هو الترانسميشن الكترون ميكروسكوب. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following molecule vary in their chemical composition greatly؟ يعني مين في دول كانواع اكل ليه انواع كتير؟ طبعا السامبل شوجر في منها مونو وداي، النيوكليك اسيد في منها دي ان ايه وار ان ايه، الليبيدز في منها 3 انواع، سمبل كومبلكس ديريفاتيف، والسمبل في منها 3 انواع، فات ايون واكس، صح كده؟ الكربوهيدرات نوعين، سمبل شوجر كومبلكس شوجر، سمبل شوجر كومبلكس شوجر. طيب مين اكتر نوع اكل في دول ليه كومبوزيشن كتير او ليه انواع كتير؟ الليبيدز بتتفرع ل3 حاجات، وفي السمبل ليبيدز كمان بتتفرع ل3 حاجات جواها، فدي اكتر حاجه فيها فاري في الكومبوزيشن بتاعها. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي مارفان سيندروم ده مرض مش لازم تكون عارفه، is a disorder
resulted from a disturbance in the gene that make the body produce the protein which help in providing the body tissue with elasticity and hardness. يعني بيقول لك ان انا جالي او في مرض اسمه المارف دوت بيأثر على حاجتين، بيأثر على المرونه، هو بيخلي بروتين معين ما يتعملش. طب البروتين المعين اللي ما بيتعملش ده بيحصل له ايه؟ قال لك بيأثر على مرونه الجسم ونشفان الجسم. هو مين التيشو اللي كان ممكن يبقى طري جدا او نص نص او نشف جدا؟ الكونكتيف تيشو. لما احنا كنا بنقول ان الكونكتيف تيشو هو عباره عن ان في سيلز وفي فراغات في النص، والفراغات اللي في النص دي يا اما انت بتملاها بليكويد فتعمل لك الدم اللي هو الفاسكولار كونكتيف تيشو، او هتملاها بسيمي ليكويد او سيمي سوليد ودي اللي بتعمل لي البروبر كونكتيف تيشو، او بتملاها بالسوليد اللي بتعمل لك طبعا السكيليتال كونكتيف تيشو اللي هو العظم. يبقى ايه الحاجه او ايه المرض اللي انا بقول لك عليه اللي هو المورف ده اثر على انهي نوع من التيشو؟ هو الكونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو اللي ممكن يبقى طري جدا او ناشف جدا او نص نص، عشان كده بيقول لك elasticity وهاردنس. طيب اللي بعدي The opposite graph illustrates the relation ما بين 3 enzymes X و Y و Z and the pH value which of the following can be concluded. طبعا حضرتك شايف ان انا المفروض بيبقى عندي البي اتش بتاعتي من 0 ل 7، وعند ال 7 كده بقول ان انا وصلت للاسيدك، وعند ال 7 بالظبط اقول نيوترال، من 0 ل 7 اسيدك، وعند ال 7 بالظبط نيوترال، ومن ال 7 لل 14 الكالاين. تمام. فهو من الواضح ان في انزيم شغال باعلى كفاءه عند الاسيدك، وفي انزيم تاني شغال باعلى كفاءه عند النيوترال، وفي انزيم تالت شغال باعلى كفاءه عند الالكالاين. فانت بيقول لك توقعت او استنتجت، do you concluded، استنتجت ايه من المنظر ده؟ ان كل انزيم ليه بي اتش معينه بيشتغل عندها باعلى كفاءه. فهتبقى انهي جمله؟ هتكون اول جمله each enzyme work efficiently، باعلى جوده at different pH from the other. كل واحد اشتغل عند بي اتش مختلفه، ده اسيدك، ده الكالاين، ده نيوترال كده يعني. طيب ايه اللي بعده؟ What is the type of the muscle that allow the chimpanzee animal climb the the high tree؟ يعني ايه نوع العضلات اللي بيخلي الشمبانزي ينط على الشجرة من فوق؟ انت كان عندك 3 انواع، كاردياك بتاعة القلب، وكان عندك السماس اللي هي بتاعه الشرايين وبتمشي الاكل برضو في المعده في الالمنتري كانال القناه الهضميه، وبتخلي برضو البيبي ينزل من المثانه. دي كلها السماس اللي بتبطن جسمك من جوه. واخر حاجه كانت العضلات السكيليتال. العضلات السكيليتال دي اللي بتبقى مرميه على العظم بتاعك وبتخليك تتحرك. طيب انهي نوع من العضلات ده هيخلي الشمبانزي يتحرك؟ طبعا العضلات السكيليتال. طب العضلات السكيليتال دي كان بيقدر يتحكم فيها او احنا بنقدر نتحكم فيها ولا لا؟ بنقدر، ما هي اللي بتخليك تتحرك. فهنقول ان هي فولانتري، على عكس ان السموث والكاردياك دول شغالين لوحدهم. هل انت اللي بتقول لقلبك يدق؟ لا يا حبيبي، قلبك بيدق لوحده يا نحنوح. اوكي، فكنا بنقول عليهم انفولانتري، يعني ما بنقدرش نتحكم فيهم. طب السكيليتال لما كنا بنشوفها تحت الميكروسكوب كانت مخططه ولا كانت ناعمه؟ كنا بنقول عليها استريتد، يعني مخططه. مين كمان كانت استريتد؟ الكاردياك بتاعه القلب. طب مين اللي كانت ناعمه؟ السموث ماسلز. تمام. فانت هتقول له ان الحاجات اللي خلت او العضلات اللي خلت الشمبانزي يتحرك هي السكيليتال، بس هو ما جابلكش كلمه سكيليتال، جاب لك الصفات بتاعه السكيليتال، ان هي فولانتري واستريتد، مخططه وبتحكم فيها. اللي بعده which of the following figure represent a cell in the human liver؟ مين في دول تعتبر سيل من كبد انسان؟ طبعا دي اول ما تبص عليها اللي شبه السوسته دي عضلات تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، يعني دي مش كبد. طب هتبص على دي، لو بصيت على دي مش هتلاقي نيوكليوس اصلا. بصوا الحته السوداء دي ما فيهاش نيوكليوس اصلا، فدي ريد بلاد سيلز، عشان الريد بلاد سيلز ما عندهاش نيوكليوس. ها خلوا بالكم المعلومه دي، ريد بلاد سيلز ما عندهاش نيوكليوس وما بتعرفش تعمل ديفيجن. طيب امال دي؟ ايوه هي دي فعلا، لان معموله من غطا واحد وعندها نيوكليس، فدي خليه من كبد. امال دي ايه؟ لا ده دي النوع المبطط اللي بيكون في الشرايين والاورده، اللي هي الشعيرات الدمويه، الحاجات الخفيفه خالص اللي في جسمك او الرفيعه يعني. طيب
الاسئله المقالي احنا اوريدي حليناها في فيديو خاص بالاسئله المقالي، وطبعا لو انت احتجت اي حاجه في الشرح احنا شارحين المنهج كله برده على اليوتيوب، هتلاقي تقريبا شارحينه في 3 ساعات، تقدر تسهر عليه تسمعه، تخش في الامتحان بكره او بعد بكره تعمل الصح. طيب اخش على الامتحان اللي بعده. You have 3 carbohydrates A, B, C. If A and B belong to the same a group of substance and A is a part of B and C is produced from combination of several molecules of ال A. اوعى فزوره، بيقول لك ان ال A وال B وال C كلهم حاجه واحده، كلهم تقريبا كربوهيدرات، هو قالها. طب وبعدين بيقول لي ان انا عندي ال A هي جزء من ال B، وبيقول لك ان ال C هي ال A بس متكرره كتير. طب ما تيجي نقول مثلا ان ال A ديت هي الجلوكوز، ومثلا نقول ان ال B هي الجلوكوز وماسك معاه اي حاجه، بما انه بيقول ان ال A هي جزء من ال B، يعني لو الجلوكوز ده هو جزء من الحاجه الثانيه دي اللي انا مش عارفاها، وان السي هي ايه كتير، يعني جلوكوزات كتير ماسكه في بعض، يعني تقريبا ده كده مونو وده كده داي ماسك في حاجه بقى، وده كده البولي سكرايد. طيب فانت هتختار ايه؟ تختار اول واحده جلوكوز، تاني واحده لازم نختارها حاجه داي سكرايد. طبعا فركتوز ده مونو، مالتوز ايوه، يبقى هنختار جلوكوز، مالتوز اللي هو بيبقى جلوكوز ماسكه في جلوكوز، واخر حاجه اللي هي بتبقى جلوكوزات كتير اللي هي الستارش. نخش في السؤال اللي بعده. Which of the following play an indirect role in protein synthesis inside the animal cell؟ يعني مين في دول بيعمل دور غير مباشر، خلي بالك من الكلمة غير مباشر، في صناعة البروتين؟ عارفين ايه؟ الغطاء بتاع النيوكليوس. ما هو الغطاء بتاع النيوكليوس هو اللي بيخرج الار ان ايه بره عشان الار ان ايه تترجم لبروتين. اذا الغطاء بتاع النيوكليوس هو ما عملش البروتين، لكن هو شارك بصورة غير مباشرة. فانت هتقول النيوكليير ممبرين اللي هو الغطاء بتاع النيوكليوس اللي عنده بورز وبيقدر يخرج الار ان ايه بره علشان نصنع البروتين. طيب ايه اللي بعده؟ بيقول لي study the opposite graph then deduce what does each of structure x and y represent respectively. انا عندي الاكس والواي وهو عايز يعرف هو مين الاكس والواي. طب هو حاطط لي ايه اللي انا المفروض بحدد عليه؟ قال لك كلمه ساب فاكيول سايز، حجم الفاكيول. هو ايه الفاكيول ده؟ الفاكيول ده كيس الميه والاملاح جوه البلانت، وطبعا احنا عارفين ان الفاكيول كيس الميه والاملاح جوه البلانت اكبر بكتير من الانسان. الانسان عنده فاكيولز قليله بس ممكن يبقى حجمها عددها اكتر، لكن البلانت عنده فاكيول كبيره وحجمهم اكبر لكن عددهم قليل. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز يعرف مين الاكس والواي. طبعا كلمه ريسبكتيفلي يعني بالترتيب، يعني عايز الاكس الاول بعد كده الواي. هل الاكس هي ممكن تكون السيف تيوب؟ حبيب قلبي السيف تيوب ديت ميته. السيف تيوب ديت كانت نون ليفنج، دي كانت جزء من الفلايم اللي هو الماسوره اللي بتحرك الجلوكوز جوه الشجره، ودي كانت ميته فما كانش عندها فاكيول. يعني ممكن نقول عليها واي اللي هي ما عندهاش فاكيول لان هي مش مخزنه حاجه لان هي ميته، لكن ما ينفعش نقول عليها اكس. طب هل الزايلم فيزل؟ برضو الزايلم فيزل ميته. هل البارينكايما سيل؟ كده بدات تنور شويه. ليه؟ لان البارينكايما اصلا وظيفتها ان هي تخزن الاكل، فاكيد الفاكيول كبيره. طيب هل ينفع اقول ان نمبر واي هي السيلز السكالرينكايما؟ ايوه ينفع اقول ان هي السيلز السكالرينكايما، لان السكالرينكايما برضو كانت سيلز نون ليفنج، كانت سيلز ميته، فبالنسبه لي الفاكيول بتاعتها قليله. يبقى اول واحده هي البارينكايما اللي عندها فاكيول كبيره، وتاني واحده هي السكالرينكايما اللي عندها فاكيول قليله لان هي ميته. طيب فاكرين كانت ميته ليه الخلايا دي؟ كانت السيلز ديت اللي هي السكالرينكايما ميته علشان السيل وول بتاعها كان مترسب عليه ماده قويه جدا اسمها ماده الليجنين، فكانت ما بتخليش حاجه تدخل او حاجه تخرج، فكنا بنقول عليها ديت سيلز. السؤال اللي بعده نمبر 4 بيقول لي which of the following choices express the cell with their function correctly. هو عايز يعرف كل نوع من الحاجات اللي قدامك بيعمل ايه. حاجه بتعمل ستورج تخزين، اول ما تشوف كلمه ستورج وتخزين وفاكيول كبيره لازم تقول بارينكايما. طيب اللي هي البارينكايما سيلز حاجه بتعمل ترانسبورت وسبورت، يعني بتنقل حاجه جوه البلانت،
ممكن تبقى الزايلم، سكالرينكايما سيلز، سكالرينكايما سيلز. طبعا هو الزايلم ده اللي بينقل الميه والاملاح من تحت لفوق في الشجر. طب اخر حاجه بتنقل الاكسجين. طبعا انت تعرف يعني من المعلومات العلميه العاديه بتاعتك اللي المفروض الريد بلاد سيلز اللي هي كرات الدم الحمراء وظيفتها ان هي تاخد الاكسجين وتلف بيه في جسمك كله علشان جسمك كله يبقى عنده الاكسجين الكفايه والاكل الكفايه، فنحرق الاكل بالاكسجين ونطلع انرجي. يبقى الاختيار الصح هيكون نمبر بي. الحاجه اللي بتعمل تخزين هي البارينكايما، الحاجه اللي بتعمل ترانسبورت هي الزايلم، الحاجه اللي بتحرك الاكسجين جوه جسم الانسان هي الريد بلاد سيلز. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the following figure illustrate a molecule to different food substance، نوعين من الاكل. لو انت اخدت بالك انا شايفه ان دي جلوكوزات كتير، يعني دي كانت حته ستارش نشا واتكسرت طبعا ل2 دايسكرايد، بعد كده اتكسرت اكتر لمونوسكرايد. طب لو انت بصيت على الحاجه دي طبعا باين قوي من شكلها ان دول 3 فاتي اسيد، 1 2 3، وده الجليسرول، 3 فاتي اسيد 1 جليسرول، ولما هيتكسروا لل3 فاتي اسيد 1 جليسرول. ادي ال3 فاتي اسيد وادي الجليسرول. طيب فبيقول لك مين في دول كارقام جايه من تكسير الفاتي سبستنس، الحاجات اللي فيها دهون. طبعا هتقول له الزد والال اللي هم ال3 فاتي اسيد والجليسرول، يبقى هنختار زد وال، الاختيار نمبر دي. طيب السؤال اللي بعده، السؤال دوت بيقول لك لو انت بصيت على المنظر ده ايه اللي يخليك تقول ان ده نبات بلانت سيل؟ فانت هتقول له اللي يخليني اقول ده which of the following indicate the plant cell. طبعا الفاكيول الكبيره اللي هي الكيس بتاع الاكل والميه دي حاجه مميزه جدا. تاني حاجه العلب بتاعت الصبغات اللي هي الكلوروبلاست دي موجوده في البلانتس فقط. طيب ايه تاني؟ طبعا السيل وول اللي من بره اللي موجود زياده عن الانيمال، ان البلانت سيل عندها كفرين، الاول سيل وول والثانيه ممبرين. فانت لو حاولت تختار هتقول مثلا الفاكيول الكبيره اللي هي ال، وهتقول كمان يا اما الزد او الواي، كده كده اللي هو السيتوبلازم، فده مش حاجه مختلفه. فانت هتقول ال والاكس. هتقول لي ليه؟ طب ما انا كنت ممكن اقول الزد. للاسف هو مختار زد اونلي، فهي مش الزد بس، لا ده في زد وفي اللي هي العلب الصبغه وفي السيل وول وفي كذا اختيار. فانت ما ينفعش تختار حاجه فيها كلمه اونلي، لان في اكتر من حاجه تاكد لك ان ده بلانت سيل. فالاصح او اكتر اجابه صح ان هي اكس وال. اوكي نكمل. بيقول لي ده بيشرح العلاقه ما بين الانزيم و whatever بقى الحاجه اللي هنا ايه. فهو بيقول لك احنا المفروض كده بالجراف ده بنشرح الاكتيفيتي بتاعه الانزيم وايه. طبعا الجراف ده بينطبق على حاجتين، يا اما التمبريتشر او البي اتش. لما احنا كنا بنقول درجه الحراره بتبقى قليله وتبدا تعلى لحد ما بنوصل للاوبتيمم تمبريتشر، ونفس الكلام في البي اتش. فهو بيقول لك ايه رايك تحط ايه على الاكس اكسس وتحط ايه على الواي اكسس. فانا هقول له هحط على الواي اكسس اللي هو الانزيم اكتيفيتي، وهحط على الاكس اكسس يا اما البي اتش او التمبريتشر، يا ده يا ده. فانت هتختار البي اتش على الاكس اكسس والانزيم اكتيفيتي على الواي اكسس. اوكي نكمل. بيقول لي an animal cell an animal cell whose nucleus was removed, however it was the damage was placed in a solution stimulating the cell division and it remained alive for a day. تعالى ترجم لك. بيقول لك ان انا جبت animal cell وشلت منها النيوكليس والسيل ديت فضلت عايشه لوقت، ولكن لما حاولت اخليها تعمل سيل ديفيجن تخلف ما خلفتش. قمت جبت نورمال سيل تانية بس مش شايله منها النيوكليس وحطيتها في نفس السوليوشن وخليتها تعمل سيل ديفيجن، لقيتها عملت سيل ديفيجن توايس، عملت سيل ديفيجن مرتين. يبقى انت كده اكتشفت او توقعت او كونكلودد يعني
استنتجت ايه من العمليه دي؟ جبت انيمال سيل وشلت منها النيوكليس فضلت عايشه بس ما خلفتش، وجبت انيمال سيل ما شلتش منها حاجه وحطيتها في نفس السوليوشن ولقيتها خلفت مرتين. ده معناها ان النيوكليس ليها اهميه في الديفيجن. فلما شلتها من الانيمال سيل الاولى لقيت ان النيوكليس او السيل عامه ما خلفتش. يبقى اللي انا كونكلودد من الاكسبيرمنت ديت، اللي انا استنتجته من الاكسبيرمنت دي، ان النيوكليس control the normal activity of the cell. لا، ان النيوكليس is necessary for the division process. ان النيوكليس مهم علشان الديفيجن. كل الجمل صح، بس هو بيقول لك من الاكسبيرمنت دي انت استنتجت ايه؟ ان النيوكليس مهمه للديفيجن. اوكي، هنا بيقول لي انا جبت عضلتين، العضلتين دول انفولانتري. مين العضلتين اللي ما بنعرفش نتحكم فيهم؟ اتنين، الكاردياك ماسل بتاعه القلب والسموث ماسلز بتاعه الشرايين اللي هي الاورترز. طيب، فبيقول لك في واحده من الكاردياك او السموث واحده شغاله طول اليوم بطريقه كونتينيوس. مين؟ طبعا القلب. الكونتينيوس هو الكاردياك. هل ينفع حد قلبه ما يقعدش يدق شويه؟ لا طبعا. طيب مين اللي فاريبل؟ يعني مين اللي ممكن تشتغل شويه وتوقف شويه؟ السموث ماسل، لان هي بتزق الاكل في الاليمنتري كانال، تزق الدم شويه في الشرايين، فدي مش لازم تكون شغاله بصوره مستمره، فدي السموث ماسلز. فهو بيقول لك الفيرست ماسل اللي هي السموث بتكون موجوده فين؟ في القلب؟ لا. في الرجلين؟ لا، الرجلين ده سكيليتال ماسل. طب في الوول اوف الانتستين، في الحيطه بتاعه السمول انتستين بتاعتك؟ ايوه، لان السموث ماسل بتبطن القناه الهضميه بتاعتك. طيب، which of the following، السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following represent the element and the basic unit that enter in the building of the biological macromolecules. يعني عايزك تختار البوليمر والمونيمرز بتاعتها والاتومز او الاليمنتس اللي بتكونها. لو انت بصيت هتلاقي ان الليبيدز بيقول لك ان الامينو اسيدز هي المونيمرز بتاعتها. طبعا الكلام ده غلط. البروتين هي الامينو اسيد المونيمر بتاعتها. طب هل البروتين الامينو اسيد المونيمر بتاعتها فاتي اسيد؟ برضو الجمله دي غلط. طيب هل الستارش دي بوليمر والمونيمرز اللي مكوناها الجلوكوز؟ ايوه كده. طب هل الجلوكوز او الستارش معموله من كربون وهيدروجين واكسجين؟ ايوه كده، والريشيو ما بينهم كانت 1:2:1. يبقى هو ده الاختيار الصح اللي هو نمبر سي. اللي بعده بيقول لك in which of the following x similar to the y. مين في دول او if دول بيخلي الاكس شبه الواي؟ هو مين الاكس ده؟ مش الاكس بتاعك، لا، مين الاكس ده؟ الاكس ده الفيزل اللي اسمها الفلويم، اللي كانت معموله من السيف تيوب والكومبانيون سيل، اللي كانت بتوصل الاكل جوه الشجره في اتجاهين in two direction. طب مين الواي؟ الواي دي الماسوره اللي اسمها الزايلم، واخوها الصغير اللي شبه الدبوس اللي اسمه التراكيد. اوكي، طيب الزايلم والتراكيد دول كانت وظيفتهم ايه؟ بيوصلوا الميه من تحت لفوق جوه التري او جوه الشجره. طب الاثنين على بعض كنا بنقول عليهم كومبلكس تيشو او فاسكولار تيشو، يعني نسيج مواسير، فهنقول both are vascular tissue. الاثنين يعتبروا vascular tissue. السؤال اللي بعده which of the following is not considered a source of energy. مين في دول مش مصدر للطاقة؟ الجلوكوز يتحرق ويطلع energy، اللاكتوز يتكسر لجلوكوز وجلاكتوز ويتحرق ويطلع energy، الانسولين ده هرمون عمره ما يكون مصدر للانرجي، الستارش طبعا بتتكسر لجلوكوزات وتتحرق وتطلع energy. يبقى اللي عمره ما يكون مصدر للانرجي هو الانسولين. اللي بعده دي طبعا التراكية اللي هي القصبة الهوائية، وجواها البرونكس والبرونكيولس، والاكياس دي اسمها اكياس الايرساك او الالفيولاي. ولو فاكر الايرساك او الالفيولاي اتفقنا ان دي اكياس الحيطه بتاعتها معموله من الخلايا المبططه اللي هي السكوامس. اهو الكيس اهو هو موضحهولك وموريك ان السيلز اللي عامله له لايننج دي السكوامس ابيثيليال سيلز،
وكانت كمان الشعيرات الدمويه البلود كابيلاريز اللي لف حوالين الكيس ده عشان تسحب منه الاكسجين وتوديه للدم عشان الدم بتاعك يبقى فيه اكسجين، برضو كانت معموله من نفس نوع التبطين اللي هو السمبل سكوامس، ان الشعيرات الدمويه تبقى رفيعه جدا. فهو بمنتهى البساطه بيسالك في كل المنظر ده فين البلاد كابيلاري، فين الشعيرات الدمويه؟ هتقول له ان شاء الله الشعيرات الدمويه اللي هي نمبر دي. طيب اللي بعده which of the following structure contain the genetic information؟ مين بيبقى عنده الصفات الوراثيه؟ طبعا هو الدي ان ايه. طب الدي ان ايه بتاعك بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود جوه النيوكليوس بتاعت حضرتك، يبقى هنقول النيوكليوس اوف البلانت سيل. اوكي، وزي ما قلت لكم الاسئله المقالي بتاعتنا برضو حليناها في الفيديو الخاص باسئله المقالي. قلت احل معاكم كده ايه امتحانين كده، يعني ااكد بس ان انتوا اهتميتوا ان انتوا تحلوا امتحانات بتاعه المعاصر. امتحانات المعاصر مهمه جدا. لو انت لسه عايز تعرف المفروض تعمل ايه ليله الامتحان، انا بقول لك لازم تكون مذاكر كويس، تسمع الريفيجن بتاعتنا على اليوتيوب، لازم تحل ال10 امتحانات بتوع المعاصر دول. اوريدي احنا حللهم في ريفيجنز على المنصه، لكن انا قلت برضو اطلع معاكم على اليوتيوب كده احل معاكم 2 عشان ااكد عليكم اهميه ان انت لازم تحل ال10 امتحانات. وطبعا هتلاقي على قناه التليجرام بتاعتنا ورقتين ملخص للمنهج كله، لو احتجتوا اي حاجه تقدروا تبعتوا لنا على الرقم بتاعنا اللي على بيج الفيسبوك دكتور مارينا سامح بايو ديفا. يا رب ان شاء الله بكره كلكم موفقين وتخرجوا من الامتحان مبسوطين وترفعوا راسي وتبلغوني ان انتوا حليتوا كويس. اشوفكم على خير الترم اللي جاي ان شاء الله. باي باي.